بغيت نسقسيك فين غابر عماد؟ عماد موجود، انا دائما موجود ومتبع دائما لو سيت ديالكم اخبارونا و فوالا دونك الا انا كانت درت واحد الوقفه، الا كنت غابر من ناحيه لا تيلي وي، لان كنت درت واحد الوقفه هذه سنتين، ولكن انا دائما نشيط وكان تنقدم مهرجانات حفلات سهرات، بالاضافه الى انني طبعا دزت الانتاج، لان دونك درت جي كري ما بواط دو برودكسيون وكنشتغل في الانتاج، ولكن ان شاء الله فكره التلفزيون تراودني مره اخرى ان شاء الله. ربما في القريب العاجل غادي يكون عندي برنامج طبعا ان شاء الله في احدى القنوات التلفزيون المغربيه طبعا. شنو السبب الانفصال ديالك على دوزام؟ هو ما كان حتى شي سبب، لان بعد واحد السنوات اللي اشتغلت فيها في دوزام وكنعتبرها بيتي وسريري ووسادة راسي اضلعها، يعني داري هذيك، فمن بعد ربما تقريبا 18 او 19 سنه خلال اللي قضيتها في دوزام، فكان من الضروري انني بغيت كذلك ندوز لواحد المرحله اخرى من غير عماد كمنشط ومقدم برامج ومعد الى غير ذلك. كان بغيت ندوز لواحد المرحله هي الانتاج، فكان لازم انني نترك دوزام وباش تكون عندي شركه ديالي ديال الانتاج، ولكن هذا ما كيمنعش اننا مازال كنشتغلوا. انا دائما على اتصال، كلهم اصدقائي كلهم اصحابي، فالحمد لله مازال ربما يكون واحد العوده قريبه ان شاء الله على دوزام. كيفاش كانت تجربه جزيره الكنز؟ جزيره الكنز ان شاء الله يعني يعني الحلقه ديالنا غتكون حلقه متميزه، وانا شغوف باش نشوفها. بون صورنا مؤخرا في لاروشيل بفرنسا، ولكن ان شاء الله غادي يكون قريبا ان شاء الله غادي تكون غتذاع الحلقات ديال جزيره الكنز. فكان تجربه زوينه وشيقه، خصوصا كان الفريق ديالنا متكون يعني من يعني في كان متنوع مخضرم الا بغيت تقولي، لان كنت انا، كان احمد شوقي ولد تطوان ومحمد رضا مراكش، دنيا باطمه ستاتي، دونك كنا درنا واحد الفريق جميل متكامل، وكان كاين الضحك وكاين التقشاب. بالاضافه طبعا راه صورت حتى كذلك مع هشام سرار في كيكتي وكيوليتي غدوز قريبا ان شاء الله. بالاضافه كذلك غادي تكون عندي حلقه مع رشيد شو باش الناس يتعرفوا على الجديد ديالي ان شاء الله. كلمه الجمهور ديالك اللي توحشك؟ توحشتوا بزاف، ولكن يعني طبعا الجمهور المغربي عاوني بزاف صراحه وقال، يعني في المجمل ديالو يعني 90% وازيد ربما ناس عاوني الجمهور، شجعني من البدايات ديالي وانا صغير. دابا راه بديت عندي شي شويه، بديت كنكبر، فيعني كنكبر في السن، اما في العطاء مازال كنطمح نعطي اكثر ان شاء الله، لان ما عمر شي واحد تيقول راني وصلت. فكنشكر كل الجمهور المغربي. قلت لك اكثر من 90% ربما كتبغي اشنو كندير، ربما 10% ما تتبغيش عماد، او ربما ما كيعجبهاش اشنو تنقدم. بطبيعه الحال هما حرين وكنحييهم وكنحترمهم، وربما كان غنزيد نشتغل اكثر باش نعجبهم، ربما لما لا، ولكن كنبغي نقول في الاول والاخير فكنحيي كل الجمهور المغربي اللي شجعني واللي بسببه باش ربما اصبح عندي واحد الاسم صغير في هذا الميدان، ميدان الاعلام والتلفزيون في المغرب. شكرا.